يا جماعة انا عايزة اقول لكم ان انا احسن واحدة ممكن تاكلوا من ايديها المخلل. بعمل مخلل رهيب، المفروض افتح محل مخلل والله على الجمال اللي بعمله ده. وبقلل الامكانيات وما حبيتش ان انا اكلف واصرف كده واعمل لكم حاجات كلها في البيت. بصوا، هاتوا شوية جزر كده من اللي في التلاجة اللي هيترموا دول، وهاتي شوية خيار كده، وهاتي فلفل من البلد الفلاحي ده، وقرون شطة، وتعالي تعالي نعمل أحلى مخلل. يا سلام بقى لو في شوية قرنبيط، ولا شوية كرنب، ولا شوية لفت، ياه على الجمال والحلاوة. المهم، تعالوا بقى نعمل مع بعض المخلل. انا هنا بصوا، قبل ما بحدق المخلل بجيب البرطمان جنبي واقطع فيه المخلل اللي انا هستخدمه او الخضار اللي انا هخلله. وبملي البرطمان. وبقوم بقى ايه بادئه ان انا احطه كده في صينيه او في بوله، واحط عليه معلقه من هريسه الشطه، ادعكه بمعلقه كده كبيره من هريسه الشطه، ومعلقه كبيره من حبه البركه، وادعكهم مع بعض. وبعد كده انزل بيهم في البرطمان او احطهم في البرطمان. وهنا بقى في بوله كده او في طبق بحضر فيه 3 كوبايات من المية السخنة المغلية في البراد او في الكاتل. تمام. ببدأ ان انا اغلي المية واحط 3 كوبايات من المية. لكل كوباية من المية بحط معلقة مليانة من الملح. وهنا انا استخدمت ملح ناعم، مش شرط ملح خشن بقى وكلام من ده، اي ملح عندك، حتى لو هتستخدمي ملح الهيمالايا. وحطيت هنا معلقة كده من هريسة الشطة عشان يبقى المخلل كده سبايسي. وكمان حطيت معلقتين من الخل الكبار، ومعلقتين من زيت الزيتون. بس خلاص، مفيش اسرع ولا اسهل من كده. وقلبي كل ده مع بعضه. طيب هنا بقى بحب دايما يعني ايه اخلي كده طعم حبة البركة موجود والريحة بتاعتها. بقوم حاطة معلقة كده صغيرة برضو من حبة البركة في المية، وبحط 5 فصوص من الثوم السلام، وبحط فصين من الثوم المتقطعين شرايح في قلب المخلل. كل ده اهو بنزل بيه بعد ما بقلبه، بنزل بيه على البرطمان المخلل بالشكل ده. وبقوم مقلبة كله في بعضه، وبقوم نازلة كمان بزيت الزيتون، معلقتين كده من زيت الزيتون. بصوا، خلينا متفقين ان لكل كوباية من المية عليها معلقة من الخل، عليها معلقة من الزيت، وعليها زيت الزيتون يعني، وعليها معلقة من ايه، من غير اي حاجة. دول بس اللي احنا بنستخدمهم. بقلب كده، اللي بحط شويه زيت زيتون على الوش كده من فوق في البرطمان، وبجيب كيسه من اللي هي بتاعه السندوتشات وبغطي بيها البرطمان وبحطه. وبقوم مغطياه بالغطا، وبسيب بقى ايه، وبهز كده البرطمان شويه، واسيب البرطمان بقى ايه مع نفسه كده 3 4 ايام. بعد 3 ايام تاكلي احلى مخلل. بصوا بقى، 3 ايام بالظبط، يعني انا التالت فتحت عليه اهو زي ما انتم شايفين. طلعي بقى الخيار والجزر والفلفل كله زي الفل. البرطمان ده وانا بطلع كده منه اول بقى مرة كده وبعمل لكم طبق التقديم، حرفيا البرطمان خلص. والله يعني املحي يعني. ربنا يعافينا يا رب. بس فعلا الواحد والله ما يقدرش يعيش من غير مخلل، طبق مخلل كده محترم. جربوا بقى طريقة المخلل دي، هتعجبكم جدا. بجد بجد لازم تجربوا طريقة المخلل دي، اسهل واسرع مخلل ممكن تاكلوه. وعلى فكرة ممكن تاكليه في نفس اليوم، ممكن تاكليه تاني يوم. بس انا بقولك هيبقى طعمه حلو جدا، بس انا بقولك الافضل بعد 3 ايام هتاكلي مخلل مقرمش جميل مستوي، اللون بتاعه زي الفل. شوفوا الخيارة مش مهرية ابدا، بتقرقش كده في بقك اكنها صبحة بصبحة بالظبط، بس الفرق ان هي مخللة. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسيش طبعا اللايك والشير. اشوفكم على خير في رعاية الله، مع الف سلامة.